Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato. تعالوا رحلتنا للبندقية بإيطاليا. أنا بأول دخول من إيطاليا ضيعة ما بنعرف شو اسمها، بس شوارع كتير صغيرة لدرجة سيارتين في أماكن سيارتين ما بيقدروا يعطلوا، يعني واحدة لازم ننتظر الثانية. طبعا البندقية هي حلمي من آني وطفلة، يعني تخيلوا مدينة كاملة بالمي، البنايات وكل شيء بالمي، كلش متلهفة أشوفها. وهنا آخر دفع قبل ما ندخل فينيديك. دفعنا صار 3 مرات صح؟ وبالبندقية أخذنا شقة أو بيت، وهنا بمدينة الرومانسية بدنا نسأل صاحب الشقة إنه شلون نقدر نغسل هدومنا، لأن مثل ما تعرفون إنه إحنا هاي الجولة بالسيارة مسويها لمدة 2 أسبوع، وهسه صار وقت إنه نغسل الهدوم. عوفكم من الهدوم وشوفوا الشقة ايش قد حلوة، وراح أكتب لكم عنوانها همينة. Show me the ticket that sends you to your tomorrow. How can you ask me to make so much of today? I'm not good at. طلع لازم ندفع لندخل على فينيديك، و5 يورو على الشخص، وفي تواريخ معينة لازم تطلعوا. فهلا عم نعمل هاي أول خطوة لحتى ناخد السيارة ونفوت. هذا الجسر اللي يربط كل الجزر اللي على المي، هي الجسر هو أصلا فوق المي. وهنا نشوفوا أسعار توقيف السيارة حسب إذا عندكم سيارة أو عندكم فان. مو رخيص، بس وين تودون السيارة لأن بعدين حتصيرون بس بالمي، فلازم. هذا الشعور بحياتي ما أنساه من أول ما دخلت المدينة، شيء مثل الحلم. بلشنا نمشي سريع لأنه إحنا متعودين نمشي سريع بحياتنا وعلى طول ستريس وهيجي، بس من تكونون هناك وتشوفون إنه الحياة كلها بدها تمشي ببطء، ما أعرف حركة القوارب أو الناس مرتاحة وسعيدة، فبعدين شوية شوية تعودنا وقمنا نمشي ببطء وما نستعجل. صار وقت الأكل، والشي اللي متشوقت له أني أكثر شي هو أجرب البيتزا والباستا. قلنا نجرب البيتزا مالتهم، فاختارينا مطعم مكانه حلو ومبين عنده هواية عالم، بس البيتزا ما كانت طيبة هواية، ورحنا قلنا له بعدين. المهم ورا الأكل قلنا نروح نتصور ونكتشف الأماكن اللي موجودة. شوفوا هاي الكافتيريا ايش قد حلوة على المي. الحلويات والمعجنات اللي عندهم شي ثاني، والحلو انه بس تدخلون مكان او تفوتون من مكان حلا يقولوا لكم تعالوا جربوا ذوقوا قبل ما تشترون.
وهاي الأقنعة جدا مشهورة عندهم، وهي للكرنفال السنوي اللي سووه بالبندقية. هنا رجعنا تصورنا، طلبنا من عالم يصورونا، وبعدين تعبنا شوية من المشي، قلنا خلينا نقعد على مكان حلو نرتاح. أخذنا مشروبات طيبة، فواكه وهيجي. ظلمت الدنيا وبهيجي وقت المدينة يعني شو أقول لكم، سحر سحر. Quando il freddo faceva finta di non arrivare fin qua giù. من رجعنا للشقة صار عندنا حزبة نقعد نشوف أفلام وثائقية عن المدينة. انقهرنا هواية لأنه هواية يقولون أنه هي ممكن تصير مدينة أشباح بالمستقبل، مو تختفي تماما، وإنما راح تصير مشاكل حقيقية ممكن تخلي الحياة صعبة بيها، وهو بسبب ارتفاع مستوى البحر، فشوية شوية تغرق. هبوط الأرض نفسها تنخفض ببطء، وهاي تزيد المشكلة لأنه المدينة تنزل والبحر يرتفع، وقلة السكان المحليين لأنه الأسعار صارت تغلى، وصارت تصير هوسة من وراء السواح اللي يجوا لها كل سنة. قعدنا الصبح اليوم الثاني، بس لأنه راح نترك الشقة بعد هاليوم، فالهدوم بعدها مناشفة، نشرناهم بالسيارة. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. سنيورة. شوفوا هنا بالطريق تشوفون السدود، اكو هواية مشاريع ضخمة يسوون نظام حواجز مائية حتى يحموها من الفيضانات وهيجي، بس يقولون هواية انه الموضوع مو سهل، واذا تفاقم واستمرت هالمشاكل بدون حلول كافية ممكن تتحول المدينة سياحية شبه فارغة من السكان. وصلنا للمدينة، وهنا سلامتي يشوفوا لكم الأوتفيت مالته الفينيسي الإيطالي، مسنير مضبوط. سنيورة لبس ستيل السنيور. تطلع على الأرمين. أكو سمك همينة هواية حتى كبار. أكيد أول ما انبنت المدينة هذا كل الناس كانوا يقدرون يصعدوا له درج. شوف الدرج صار بيه، صار جزء من المي. كاسة قهوة اكتشفوها في مدينة البندقية أمام عينيك يا عزيزتي سنيورة. It's nice. And a lot of it is about like سنيور. بساحة ماركو الشهيرة أكو كافتيريا، هي من أقدم وأشهر المقاهي مو بس بالبندقية أو بإيطاليا، بالعالم، وهي كافتيريا فلوريان.
تخيلوا إنه تأسست بسنة 1720 بنص هالساحة. وهاي الكافيه مو مجرد مكان قهوة، هي شو أقول لكم قطعة تاريخ. يعني أول ما تدخلين تحسين إنه أنت بداخل قصر قديم، ديكورات فخمة، مرايات كبيرة، سقوف مزخرفة، أجواء تعكس عصر البندقية القديم. ليش مشهور هواية؟ هو كان ملتقى الفنانين والكتاب والسياسيين، قعد بها هواية شخصيات تاريخية، ويعتبر رمز ثقافي للبندقية، وأكيد يقدم قهوة وحلويات إيطالية بطريقة مرتبة. والحلو إنه أكو ناس يعزفون وتقدرون تطلبون القهوة ويا الموسيقى اللي انتو حابين تسمعوها. طبعا المكان مو رخيص، غالي، بس أكيد واحد دا يدفع مقابل التجربة التاريخية. وهنا رجعنا للساحة ورحنا للمكان اللي تصورت به أغنية أكرهها الكاظم الساهر، وقلنا نروح ونتصور هناك. كل ما نتمشى نشوف شيء، وهنا شفنا بيت أول امرأة بالعالم تخرجت من الجامعة. بعدين رحنا تسوقنا شوية، أخذت التذكار، وصار وقت نودع البندقية ونتجه الفيرونا. إن شاء الله حبيتوا الفيديو وسووا متابعة حتى توصل لكم الفيديوهات الجديدة. رحلتنا فيرونا كانت خيال، راح تشوفوها بالفيديو الجاي. خليكم ويا شوية لقطات من الطريق، ونشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.